اصطدم بعض أصحاب الفكر هؤلاء بما رأوه في ثنايا وفي خفايا هذه القضايا عندما وصلوا إلى قضية حساسة جدا، وهي أن يطلب منهم البيعة لتنظيم سري. هنا الكثير من شباب الإمارات انسحب من ذلك الفكر، لأنه عاش ذلك الصراع بين ولائه وانتمائه لدولة الإمارات وبين ولائه وانتمائه لتلك الجماعات. معي في الاستوديو هنا رجل مر بهذه التجربة، نريد أن نستفيد من تجربته حقيقة، وسيعلق عليها ضيوفي الكرام. أبو خالد، أنا أرحب فيك في برنامج خطوة. الله يسلمك، وأشكرك لوجودك معنا هنا في البرنامج. الله يسلمك يا دكتور. تسمح لي بس أعرض تجربتك في هذا التقرير المختصر اللي سجلناه معك قبل الحلقة؟ تفضل يا دكتور. الله يبارك فيك. نتابع هذا التقرير اللي يرصد لنا ومضات من مسيرة أبو خالد مع إحدى هذه الجماعات. بديت التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين في سن 13 سنة. كنت يومها في صف أول إعدادي في سنة 1990. تمت عملية التوجيه الفكري من خلال انتقاء العناصر المتميزة ومن ثم إدخالها في حلقات سرية وأنشطة سرية، ومن خلال هذه الحلقات يتم تغذية هذه الفئات بمنهج مقرر من قبل هذه الجماعة. هناك ممارسات كثيرة جعلتني أتراجع للخلف وأعيد حساباتي. من ضمن هذه الممارسات التنظيم السري اللي أنا شفته في الجماعة، وأنهم قدام الناس بوي، من وراء الناس بوي ثاني. أنهم عندهم أفكار يعلنونها للناس، وفي أفكار خفية تكون موجودة داخل الجماعة. موضوع السمع والطاعة في المنشط والمكره، سواء أنت راضي أو مش راضي، مقتنع أو مش مقتنع، لازم أنت غصبا عنك تبايع أو تنفذ ويكون عندك السمع والطاعة. شعرت بخطورة الجماعة يوم وصلت لمرحلة اللي فيها أنا أبايع شخص غير ولي الأمر. أبو خالد، أنا أكرر ترحيبي بك وأشكرك مرة أخرى لتجاوبك مع برنامج خطوة. سنتحاور معك في بعض القضايا، لكن الضيوف أيضا عندهم مداخلات وتحاور معك إذا تأذن لي. تفضل. في التقرير مثل ما رأينا أنك أنت إنسان في الصف الأول المتوسط حقيقة، بعاطفة دينية انضممت إلى تلك الجماعة، صحيح؟ أي نعم. وكثير من أصحابك انضموا في تلك الفترة. أي نعم، الكثير. لما كان هذا الانضمام؟ أهالينا كانوا دائما يحثونا على أن احنا نتوجه يعني للتربية اللي دائما نكون فيها نحفظ القرآن والحديث، ويكون فيها تربية إسلامية صحيحة. نعم. فهذا التوجه من الأسر والعوائل خلانا احنا ندخل في مراكز صيفية ومراكز فربية كانت تقيمها بعض المؤسسات في الحكومة. نعم. إذا أنتم بدأتوا من مؤسسات رسمية أو حكومية كما يقال. هي نعم، كانت نعم. رسمية وحكومية. نعم. توجهنا لنا نحن كطلاب نشارك في هذه المناشطة العامة في المجتمع. بعدها تم استقطاب واختيار الناس اللي مميزين فيهم صفات معينة من الذكاء أو من يعني مثلا التميز، يؤخذون هذول الناس في أنشطة خاصة. نعم. تختلف عن هذه المناشطة العامة. إذا خلينا نقول أن هذه المؤسسة لها نشاطين، نشاط علني وهو المرخص من قبل الدولة. هي نعم. ونشاط كان يتم في الخفاء يستقطب له بعض الشباب. هي نعم. نعم. ما الذي يجري هناك؟ ما الذي يجري؟ نأخذ في هذه المحاضن وبشكل يعني أفراد معينين، نقسم على مسؤولين معينين بمنهج محدد. نعم. ومنهج مدروس يا دكتور، يتم فيه عملية غسيل الدماغ عن طريق والله الآيات معينة القرآنية والأحاديث المعينة. تعرف أنت يوم طيب لما تقول لي غسيل دماغ الآن عبر الآيات والهذا قد لا يفهم الإنسان، يعني أنت تقصد أن يتم استثمار بعض الأحاديث وبعض الآيات لتوجيهكم توجيه معين؟ هنا إلى ماذا هذا التوجيه؟ يعني لو تلخص في شيء. ألخص يعني آيات قرآنية معينة وأحاديث معينة ومواقف وقصص معينة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تأخذ عشان يبررون العمل اللي هم قاعدين يقومون فيه. نحن في مجتمع مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قريش مثلا، نحن نبدا نقاوم هذا الفساد الموجود، نحن نبدا نسوي هذا التنظيم السري، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دعوته في البدايه سريه. نعم.
فنحن بالطريقه هذه نبدا نحن نأسلم المجتمع وننقذ الناس من الفساد الموجود. فربط التربيه هذه باحاديث وايات معينه هو يسوي مبرر كبير عندهم. نعم. هذا المبرر يخلي الشيء هذا كانه شيء مشروع مش ممنوع. نعم. فهم يبدون بعد ذلك بالعمليه هذه من يوم انت صغير، ياسسون فيك ان الله يريد هذا الشيء، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد هذا الشيء، الصحابه سووا هذا الشيء. فانت يوم بيوم خلاص في مخك يرسخ، يصير خلاص مربوط في مخك ان هذا الطريق هو الطريق الصحيح، وان هذا الدرب هو الدرب اللي انت لازم تمشي فيه. يعني خلينا نحطه باختصار، تعيش انت في مفترق طريق بين توجهات الدوله اللي هي بالمناسبه دوله عربيه مسلمه، وبين ذلك الفكر الذي يقول لك ان انت لا تعيش في مجتمع مسلم، انت تعيش في مجتمع فيه انحرافات كثيره، ومن خلال تلك الدروس الخاصه انت تريد ان تنشئ المجتمع المسلم. صحيح، هذا يكون في البدايه دكتور. نعم. بس في البدايه ما يكون في مفارقه واضحه. نعم. في البدايه بس مجرد فساد، ونحن نبغي نصلح هذا الفساد الموجود. بس بعد ما انت تمشي معاهم خطوه بخطوه بخطوه توصل لان الموضوع اكبر من قضيه فساد ونحن نصلح هذا الفساد. ان في ذلك التنظيم يتم استقطاب الشباب السهلين للاقتياد وليس القياديين، وانت ذكرت ان بالعكس في ذلك التنظيم يتم استقطاب الناس المفكرين العقلاء اللي عندهم وجاهه، اللي ممكن يعني يخدمون ذلك التنظيم في المستقبل. ابغي بس من تجربتك ما الذي كان يجري حقيقه؟ والله هم يستهدفون الجميع دكتور. نعم. يستهدفون الناس اللي هم الوجهاء وابناء العوائل والقبائل، يعني خاصه المميزه في البلد، ويستقطبون ايضا الناس اللي لهم يعني تميز ولهم نجاح كبير. فهم على طرفين يعني يشتغلون. لكن في المحاضرات العامه الكل مدعو لتلك المحاضرات، صحيح؟ المحاضرات العامه الجميع يكون فيها مدعو، ويتم عن طريق هذه المحاضرات والانشطه العامه استقطاب اشخاص معينين. نعم. واللي تكون في نفس الوقت لهم قابليه ايضا مثل ما قال الدكتور. ابو خالد، وانت تتطور في ذلك التنظيم، هل وصلت مرحله ان يطلب منك فعلا ان تبايع ذلك التنظيم؟ نعم يا دكتور، وصلنا. انا بديت معاهم وانا طالب وفي الجامعه، وبعد ما انتهيت من تسلسل معين في المحاضر. كم سنه يعني استمريت الى ان وصلت الى تلك المرحله؟ 10 سنوات. بعد 10 سنوات ما الذي طلب منك؟ طلب قالوا خلاص انتم الحين خلصتوا المحاضر اللي انتم فيها. نعم. وخلصتوا المراحل، الان توصلون مرحله البيعه. هذه توصل لانت مرحله البيعه، انا هني وقفت. لما ابو خالد، يعني ما الذي استوقفك في هذه القضيه؟ استوقفتني عده اشياء دكتور. اول شيء الشيء هذا نحن ما تعودنا في دوله الامارات. انا قلت لهم يا جماعه الخير، نحن في دوله ولله الحمد ايامها كنت اقول لهم زايد بن سلطان الله يرحمه يعني موجود، والمساجد في كل مكان ولله الحمد. ليش نحن مضطرين يا جماعه ان نبايع شخص غير ولي الامر؟ فانا ناقشتهم كثير في هذا الموضوع، وقلت لهم يا جماعه الخير هذا الموضوع انا اشوفه بقراءتي واطلاعي ان في خطا كبير في العقيده، وقلت لهم انا مستعد ارجع لعلمائكم ولشيوخكم كاخوان حتى واناقشهم في هذا الموضوع. انا ارى الوضع، قلت لهم انا مش عالم ولا فقيه، لكن بقراءتي الحمد لله واطلاعي قلت لهم اشوف هذا خلل وخطا كبير في العقيده. ايش رده الفعل كانت تجاه هذا الحوار يعني؟ والله ردة الفعل انهم راحوا لي ورجعوا بعد فتره قالوا لي نبشرك نحن وقفنا البيعه. قلت لهم الحمد لله، عقبال ما ايضا تحلون التنظيم الكبرى وتشتغلون مثلكم مثل اي مواطن مسلم عادي في دوله الامارات. ليش انتم خلقتوا دوله في داخل دوله؟ ليش خلقتوا لكم حاكم وخلقتوا لكم بيعه وخلقتوا لكم نظام وخلقتوا لكم دوله مصغره؟ نحن في دوله اسلاميه. يمكن دول ثانيه تحتاج ان تسوي الشيء هذا اذا كانت في حكوماتها اي مشاكل وخير، نحن ما ندخل في غيرنا، لكن نحن اذا نتكلم عن دولتنا دوله الامارات فنحن الحمد لله في بلد اسلامي، ولا نرضى اي حد يمس هذا الامن والسلم والاستقرار اللي نحن فيه ابدا. شكرا لك يا ابو خالد. ابو خالد، قبل ما نودعك ونشكرك حقيقه، انت لما ذكرت في قصتك وصلت الى مرحله البيع قررت انك تترك ذلك النشاط، تترك ذلك العمل. وكثير من الشباب حقيقه ينتظرون الاجابه هذه منك. هل تعرضت الى اي اضطهاد، مساءله من قبل اجهزه الامن او من الحكومه لما قررت الانفصال عن تلك التجمعات؟ والله يا دكتور، انا التجربه اللي مريت فيها وياهم ما من قبل الحكومه الحمد لله ما حصلت اي اضطهاد. انا الاضطهاد اللي حصلته بالعكس من قبل جماعه الاخوان المسلمين. انا لما قررت قبل 13 سنه اني انا اترك هذه الجماعه وعرفت اني انا في خلل كبير وفي طريق غلط يعني، وناقشتهم وما رضوا يسمعون، لقيتهم يحاربوني.
مسكت مدير في مؤسسة في الحكومة كتطوع مسائيا، فلقيتهم يحاربوني وسعوا عن طريق حتى الوصول للمجلس الاستشاري انه يغلق هذا المركز. بعدها انتقلت وفتحت نادي خاص، لقيتهم ايضا حاربوني وتموا معي لين تسكر هذا النادي الخاص. لحد ما انا اضطريت اني حتى اغير وظيفتي من العمل في الاماره اللي انا فيها الى اماره بعيده جدا، بس عشان اسلم من شرهم ومن كلامهم. منعوا اي حد انه يسلم علي، منعوا اي حد انه يتكلم معي، منعوا اي حد انه يتواصل معي، حتى لما اشوفه في المساجد لا تسلمون عليه ولا تكلمونه. ليش؟ لان انا قلت احاول انقذ ما يمكن انقاذه، لان هم يربون الناس على مبدا السمع والطاعه، ولازم تمشي على كل اللي نحن نمشيك عليه. أبو خالد، أنا أشكرك، وبهذه الكلمات الجميلة حقيقة انتهت هذه الخطوة، لكن الموضوع لم ينتهي. سنستأنف معكم الحوار بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في نفس الوقت ومع نفس الموضوع بإذن الله تعالى. إذا ذلك الوقت أتمنى لكم حياة سعيدة، أتمنى حقيقة أنكم تتفاكروا وتتواصلون معنا في البرنامج حول القضايا التي ذكرناها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.